ايكو ماج. الوقت على متعطينه 6 دقائق وقرية لا كروند انترفيو. لا جراند انترفيو. ضيفنا اليوم المستشار في الاستثمار السيد صدق جبنون. مرحبا بك. مرحبا بك. استشاري كونسلت. الاستشاري في الاستثمار السيد صدق جبنون. حديثنا معك اليوم باش يكون جوستومون في قلب على العمليه الاستثماريه والحركه الاستثماريه والاقتصاديه حول العالم اللي تتاثر بشكل مباشر بما يحدث حاليا ما بين اوكرانيا وروسيا. ومؤخرا كان فما تصريح لرئيس المدير العام للبنك الاستثماري جي بي مورغان اللي يتحدث فيه عن السيد جيمي ديمون هذايا اللي اكزاكتومون اللي يتحدث عن حرب باردة تعود من جديد. وفي حديثه عن الحرب الباردة يتم التركيز على معطى مهم جدا، أن العملية ليست فقط أول شيء ليست بعملية وقتية فقط، ستكون نوعا ما إن صح التعبير طويلة الأمد، ومازلنا ما نعرفوش وقتاش باش تنتهي الحرب هذه لأنها على مراحل شكلها على الأقل باش تكون هكا. الحاجة الثانية اللي ماهيش باش تكون حرب بوسائل حربية فقط، ولكن سيكون هناك تركزات إن صح التعبير وتكتلات اقتصادية واستثمارية، وهذا قلب اللي باش نحكيو فيه اليوم، على خاطر بشكل من الأشكال تونس ستتأثر بهذه في كل الأحوال. خلينا نفهموا ساعة الفكرة العامة شو اللي يقصد، لأنه مش المرة الأولى اللي تقال الكلام هذايا، فما حديث منذ فترة من قبل مؤسسات دولية ومؤسسات حتى دراسات واستشارة دولية حول فكرة لا بوتيت موندياليزاسيون هكا سموها، وإعادة تقسيم العالم. والموندياليزاسيون والعالم باش تكون في أركان معينة كل مجموعة مع بعضها. سيد صدق جبنون، شكرا للاستضافه. تحيه لكم الساده المستمعين. هو اللي قاله سيد جيمي دايمون رئيس جي بي مورغان، هو في واقع الامر يعطيك الصوت نتاع السوق، يعطيك. انا قلت لكم برشا مرات راهو السوق يكون مباشر احيانا، يعني بلوز ابروبت اكثر حتى من المؤسسات الدوليه الاقتصاديه، مش كما صندوق النقد والبنك الدولي ثمك القالب نتاع الدبلوماسيه والشوغر لاير هذاك اللي يحطوه باش، لكن يعطيك مباشره الوضع كما هو. اليوم العالم في اطار اعاده التشكل اثر جائحه الكوفيد واثر جائحه اوكرانيا، عفوا اثر حرب اوكرانيا. ثم هي في الظاهر هي حرب بالطبع بالوسائل العسكريه وعوده الصراع بين القطبين، الولايات المتحده الامريكيه والغرب وحلفائها، وروسيا مع التذبذب في موقف الصين اللي من ناحية عندها علاقات قوية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ما تنساش كونه في المثل الصيني يقول لك يعني اللي عنده أوروبا عنده يعني العالم أجمع. والسيدة فاندر لايان وقت اللي تحدثت هي ورئيس الصين السيد شي جين بينغ قالت له ما تنساوش سيادة الرئيس كون تجارتنا معاكم راهي 2 مليار يورو كل يوم كل 24 ساعة. فبالتالي هنالك إعادة تشكل للكتل الاقتصادية وحرب اقتصادية بيتم معنى الكلمة، وهذا اللي أشار لها هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وروسيا. دونك اليوم عندنا الحرب الاقتصادية هذه تتمظهر في العقوبات المسلطة على روسيا وتجميد الاحتياطي متاعها في حدود 680 مليار دولار، منهم تو 300 مليار دولار وقع الحديث فيهم في الجلسات اللي صار امس حال اعاده استعمالهم لاعاده بناء اوكرانيا، مع ما تم حجزه لدى الاوليغارك الروس، يعني لكن الاخوه يقول حجزها سيقع. هنالك فكر لكل الاموال الكل عند اوروبا وعند الولايات المتحده الامريكيه يقع تخصيص صندوق، لانه اليوم بالنسبه لاوكرانيا طريق واضحه نحكي لك كيفاش تخصيصها لاعاده بناء اوكرانيا من جديد. وهذا يأكدوا اليوم حديث السيدة فاندر لايان. تو قبل ما نجيكم كنت ديجا نشوفها على الموقع الرسمي، كون أوكرانيا سيقع الإجابة على الجزء الأول من انخراط الاتحاد الأوروبي في شهر جوان، يعني ممكن ثم إمكانية كبيرة كونها تنخرط في الاتحاد الأوروبي في شهر جوان، بالتالي يعني تختصر المسافة متاعتنا 20 سنة. هذا كله موجه ليش؟ لتحجيم دور روسيا على الصعيد الاقتصادي. تعرف روسيا هي أساسا قوة تقوم على المواد الأولية، البترول والغاز وبعض المواد الأولية، ثم الحد من الواردات متاعها وحظر على الواردات متاعها. ثم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ولات هي المصدر الرئيسي تجاه أوروبا، يعني ثم كتلة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدول الحليفة متاعها. وروسيا بقات يعني عندها متنفس صغير على صعيد الطاقة مع الصين، لكن الصين في حد ذاتها ثم كما قلت لك توجه إلى عدم خسارة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. من هذا انخفاض الصادرات نتاع المكونات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر من الصين لروسيا ب 27%. يعني المؤسسات الصينية بحد ذاتها ما تحبش تخسر الأسواق الأمريكية والأوروبية، دونك هي حاطة في طبيعتها يعني فران. والغاز اللي تشري فيه مثلا تبع الاسواق الصين تبيع فيه الاتحاد الاوروبي
مقابل الاكتفاء هي على طاقة يعني طاقات أخرى، طاقات بديلة أو طاقات يعني الأحفورية أخرى. ولأنه روسيا هي في الفترة الأخيرة عندها مشكلة كبيرة نتاع تصدير بشكل عام معناتها بسبب الأزمة الصحية زايدة معناتها فما مشاكل أخرى توا في الصين الصين معناتها الصين بعثت صورة هنا الريداكسيون بتاعت عندكم هنا في اكساس اف ام عند منال يعني مشكوره كيفاش السفن واقفه قدام الابراج نتاع الصين. ثم مشكله جديده نتاع سلاسل الامداد هذه اللي تغذي في التضخم المالي من جديد، تغذي في التضخم المالي الدولي وتخلي اليوم يعني في خضم الحرب هذه الاستثمار والاموال تمشي للدولار الامريكي والولايات المتحده الامريكيه مره اخرى. بمعنى اليوم اصحاب الصناديق الاستثماريه اللي باش يشري السندات، اليوم العائد على السندات الامريكيه 3.15%، الفيدرال ريزيرف باش يرفع 7 مرات اخرى باش نجيبوا كيما السياسه نتاع بول فولكير كنت اليوم نقرا فيها في مقال نتاع خرج اليوم في موقع ام بزنس. يتحدث كونه بون هو يحب يعمل كيما بول فولكير يعمل يعني انترابي دو شوك يعني باش يخفض في التضخم المالي، لكن ما ينجمش يمشي فيها على خاطر ثم مخاوف على النمو في امريكا وعوده النمو وسوق الشغل. فبالتالي الحل في هذا يكون ايجاد يعني حرب في مكان ما اللي باش تخدم الآلة العسكرية من جديد وتخلي إمكانية تمرير الإصلاحات الهيكلية اللي توا ثم فرصه كبيره فيها في الولايات المتحده الامريكيه. تعرف كون السوق عارض 3.8 مليون موطن شغل اللي ما هياش يعني ملبات. فبالتالي هنالك الكتله هذه مقابلها شكون؟ مقابلها الصين بنظرتها الاقتصاد بنظرتها التكنولوجيا، لكن الحلفاء نتاعها ماهمش قويين برشا. ديجا يكفي كونك تعرف ان في بحر الصين الفيتنام ماشيه مع الولايات المتحده الامريكيه يعني يشوف يعني كبديل غادي محلي، واوروبا تشوف على المحيط المباشر نتاعها باش يقع ادماجه. واساسا حتى قبل المحيط المباشر اوكرانيا اللي هي عندها يعني امكانيات ضخمه، امكانيات موارد اوليه ضخمه وامكانيه تطوير وتصنيع ضخمه، خاصه اوروبا في حاجه اكثر من الولايات المتحده الامريكيه الى خطه انعاش تخرجها. ما عادش نحكيو اليوم على ستاغفلاسيون، نحكيو اليوم على ريسيشن انفليشن. كنت اليوم امس نقرا فيها في مقال لنوريال روبيني رجل اقتصاد معروف اللي وقتها تنبأ بأزمة 2008 في مقال في بروجكت سينديكيت. قال اليوم ما عادش الصورة نتاع ستاغفلاسيون كما عرفناها قبل، لكن ريسيسيون انفلاسيون اللي هي أخطر حتى، والتعافي باش يكون يعني حسب شو نقولها لك يعني على تاتاني دو كليون. كانك انت في علاقه جيده مع الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد الامريكيه وكانك في الخط نتاعها ستتعافى اقتصاديا والا بون تبقى بعد توجه المصير نتاعك وحدك، والا في مرحله ثالثه العقوبات. في نهايه المطاف نرجع للفكره الاولى انه المرور من هذا الكل باش وصلنا في الاخر المرور من فكره ليبر موندياليزاسيون الى فكره لا بوتيت موندياليزاسيون. معناتها اليوم عندك اقطاب ستصبح هي العالم معناتها بشكل من الاشكال ستتشكل أو ستشكل عولمة جديدة. أنت معايا وإلا ضدي في نهاية المطاف؟ هذا هو تقريبا شنو باش يصير. كما قال وقت جورج دبليو بوش لونتون اور يور ان اور يور اوت، لكن تتقال اليوم بطريقة دبلوماسية أكثر من جو بايدن، مع العلم أن الإدارة نتاعو أكثر حمائية حتى من الجمهوريين. وحتى أوروبا اليوم ثم قوانين جديدة تمنع مؤسسات مثلا من آسيا ومن الصين الاستحواذ على المؤسسات التكنولوجية. ثم منع لنقل تكنولوجيا صناعة الرقاق يعني ميكرو بروسيسور يعني رسامال يعني اللي فوغ ميكرو بروسيسور سي انتردي، ممنوع باش تصدرهم من اوروبا ومن الولايات المتحده الامريكيه الى الصين. ازمه كبيره اليوم، فيهم ازمه كبيره ممنوع باش تصدرهم باتفاق امريكي اوروبي الى دول اخرى، بالتالي مقصود بها الصين يعني طبعا معروف. فبالتالي اليوم الحرب ولات حرب تكنولوجيا وحرب اقتصاد في نفس الوقت. ما عادش نحكيو على العولمه كما عرفناها قبل بالضبط، نحكيو على العولمه 4.0 اللي هي ستون ريجيوناليزاسيون دو ليكونومي، وهذه مش حاجه جديده راه تكلم عليها حتى الرئيس نتاع جوجل سابقا إريك شميت، وقال وقتها يوغا دو انترنت، ان انترنت pour les pays يعني occidentaux et libéraux et un internet pour la Chine et la Russie. يعني العالم هنا تقسم في مرة أخرى حسب التصنيف السياسي، حسب التموقع السياسي والتموقع الاستراتيجي للدول. شنو الصورة هذه؟ شنو ممكن تغير اليوم خاصة في حديثنا عن الصين؟ انه الصين اليوم ممكن، وفما العديد على الاقل من الملاحظين يقولوا انه الصين ممكن انها اضافة الى تموقعها القديم، ونعرفوا الصراع الامريكي الصيني القديم ومحاولة التموقع الصيني بشكل كبير، ممكن اليوم انها تولي القوة بامتياز، خاصة وانه القوة الحليفة اللي هي روسيا ان ديكلان توا بشكل من الاشكال باعتبار الضغط العالمي الكبير. يعني الصين من المفروض او نظريا تكون في حاله صعود اليوم
الصين الميزه نتاعها كونها هي عقلانيه برشا. تعرف الاسيويين سواء الصين او اليابان او كوريا الجنوبيه الميزه نتاعهم هي يعني البراغماتيه والعقلانيه. ما تحبش تكون القوة الأولى في عوض الولايات المتحدة الأمريكية. الصين يعني ما تحبش تدخل في صدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا. والدليل على هذا ما تحبش ولا مش وقته؟ ما تحبش. علاش؟ على خاطر ما تنجمش تضارب أنت والحريف الأول نتاعك. شكون الحريف؟ ديجا هي التجارة الخارجية نتاعها زادت توا فاتت حتى تريليون فاصل 8 المدة هذه. شكون مستوردين؟ أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. مقارنة تجارتها مع روسيا ضعيفة برشا بالمقارنة مع هذوما زوز. ومن أيضا الارتباطات التكنولوجية والارتباطات الاستراتيجية. عندها مشكلة في تايوان، تحب تسترجع صحيح تايوان، لكن ما تحبش تدخل على خاطر تايوان في صراع مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لازم تفهم حاجة، اليوم أوروبا ولات يعني أطلسية، سواء في الاقتصاد نتاعها أو في السياسة العسكرية نتاعها أو في الدبلوماسية نتاعها. elle est complètement atlantique، يعني ماشيه مع الخط نتاع الولايات المتحده الامريكيه، سواء حتى يبقاو الديمقراطيين جمهوريين. خاطر هذيك مساله مؤسسات، يعني مساله خطه استراتيجيه. هذيك هي بداها وقتها يعني ترامب بطريقه يعني تنجم تقول يعني كوميديه شويه، يعني ميك امريكا جريت اجين وكذا كذا. الاداره هذه بان ما عندها حنكه سياسيه اكثر، خبره سياسيه اكثر، فتقوم حاجات ما اكثر حتى من هكاك، لكن في نطاق الاحلاف، في نطاق تحريك الاحلاف. كما حلف الناتو كان 40 دوله اللي اجتمعوا ينجموا مع الاتحاد الاوروبي يكونوا يعني حزام اقتصادي. توا اخر حاجه في العقوبات اللي تفكر فيها ايضا يعني بريطانيا كونها ما تعطيش عقد التامين للسفن اللي تحمل البترول الروسي. دونك هكا يعني سي ان بلوكاج كومبلي اللي ماشيين فيه، يعني اقتسام جديد للاقتصاد الدولي. تحب تدخل في الدوره نتاع الثوره الصناعيه الرابعه والتكنولوجيا والتطور كذا، تاخذ الشق الفلاني. تحب تبقى في مشاكل اخرى تمشي مع يعني شق اخر. اين نحن من كل هذا سي صدق جبنون؟ والله شوف، هي المسائل هذه كلها تنجم تكون يعني صعوبات، لكن تنجم تكون في نفس الوقت يعني فرص. اليوم الاتحاد الاوروبي ماهوش كيما الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه في ارضها تنجم تعمل يعني الادماج العمودي والافقي، يعني تدمج الصناعات عندها وتدمج التكنولوجيات وتجاهل الاستثمارات. ما عندهاش مشكل يعني كبير الحاجه الى يعني الشراكات الاقتصاديه. ولو أن صندوق النقد الدولي كان منذ فترة عمل ملاحظة حول الموضوع هذايا، ونبه من فكرة لا غولوكاليزاسيون وإعادة الإدماج الاقتصادي والامتصاص الاقتصادي بشكل كبير. نبه منه يقول هذا خطير جدا على المنظومة الاقتصادية العالمية، على الدول النامية. هما عندك يعني ثم زوز بلدان ينجموا يخدموا يعني بلوز موا يعني اونوتارسي ايكونوميك لو كان تحب الى حد ما. الولايات المتحده الامريكيه خاطر عندها القاره الامريكيه كلها، كندا والمكسيك والقاره الامريكيه، والصين اللي عندها السوق الداخليه نتاعها، وعملت على كل حال تقدم كبير على صعيد التكنولوجيا. بالنسبه للاتحاد الاوروبي في حاجه كونه يستوعب الدائر نتاعو. تو نحكيو اللوكاليزاسيون من اوروبا. شفت توا انت باش تجيب ان كونتينر تو من الصين يتكلف لك 20,000 دولار 30,000 دولار، ومع عوده الكوفيد مش مشكل حتى كلفه نقل. وقتاش باش تجيك يعني الطلبيه نتاعك؟ اليوم مثلا يعني عندك يعني شنغهاي واقفه، مشكله كبيره، السفن كذا. فبالتالي الاتحاد الاوروبي يبحث عن مواقع انتاج قريبه منه على الصعيد المؤسساتي، على الصعيد القانوني الاقتصادي المنظومات كلها. فيحب يقرب الانتاج اللي هو سواء عنده هو في الداخل، كما توا صناعه الادويه في فرنسا مثلا تم اعاده التوطين تقريبا 80%، ثم 20% مازالوا ما تموش. وعديد الصناعات الاخرى تشوف انت مثال صناعه السيارات قاعد تخرج من اوروبا تمشي مثلا للمغرب الاقصى مثلا باش يكون حد ما في الهند. وهناك بحث عن استيعاب المحيط المباشر قبل ما تتوجه الاتحاد الاوروبي مره اخرى كما في التسعينات الى الشرق نتاعو، خاصه اوكرانيا اذا في جوان ولات عضو في الاتحاد الاوروبي وهذا مرجح. فالاستثمارات الضخمه للاتحاد الاوروبي كلها باش تمشي لاتجاه الشرق لاتجاه اوكرانيا، رغم اللي صاير حتى وان تواصلت الحرب بشكل. هما راهو بداو تو ديجا في الجلسات اللي فات امبارح، ثاني الجلسات اللي فات تم الحديث في 3 محاور. المحور الاول الحرب العسكريه اللي هذيك صبوا في 30 مليار من الولايات المتحده الامريكيه، 12 من الاتحاد الاوروبي ومليار دولار من المملكه المتحده، مع يعني مازال الحساب هذا مفتوح. اعاده البناء قلت لك يعني يقع التفكير الان في تحويل الجزء من الاحتياطي الروسي المجمد واموال الاوليغارك في حدود 300 مليار دولار، اذا بالطبع يقدروا يتحصلوا عليهم هم موجودين، لكن اذا يقدروا يعني يسيلوهم التسييل نتاعهم بيعهم واعاده التصرف فيهم. توجيه لاعاده بناء اوكرانيا من جديد.
المحور الثالث هو الجانب المساعدات الإنسانية، وهذا كله في إطار الدخول في الاتحاد الأوروبي، بما أنه توا صعيب باش تدخل في حلف باش تدخل توا في الحلف الأطلسي، لكن تدخل في الحلف في الاتحاد الأوروبي. وثم يعني إشارات قوية من بينها سلوفينيا اللي خرجت قطعة متاع يورو اللي فيها من يعني سلافا أوكراني. أول مرة يعني أوكرانيا موجودة على قطعة عملة من أوروبا بموافقة البنك المركزي الأوروبي، يعني سافوديلان مسألة وقت ليس إلا وباش تختصر المسافة. فبالتالي المحيط المباشر اللي هو شمال أفريقيا من مصلحته اليوم، كونه نحن نتحدث الأيامات هذه على أيام أوروبا، كونه يجذب الاتحاد الأوروبي ويندمج الاتحاد الأوروبي. اليوم بالنسبة لنا نحن نفضل كوننا نحكيو، ما عادش نحكيو حتى على ليكا، ما بعد ليكا نحكيو على بارتناريا استراتيجيك. نحن خاطر بقينا في مستوى الحارس نتاع البوابه الجنوبيه، ما تجيبليش الهجره ومشاكل الهجره والإيميغراسيون. بينما اليوم il faudrait plutôt parler d'intégration، un partenariat d'intégration. شو اللي باش يغير اليوم؟ شو اللي باش يهز تونس نحو طريق شراكة اندماج أكثر معناتها؟ كيف ستترجم ذلك؟ لأنه اليوم شو اللي نجم يغير الوضعية متاع تونس ولا التموقع متاعها باش يولي فما الشراكة المندمجة هذه؟ أول حاجة ثم رغبة من الاتحاد الأوروبي كما قلت لك باش يرجع، باش يكون المحيط المباشر نتاعو اللي هو يعني البحر الابيض المتوسط وافريقيا. تم وجيت تحدثنا مع بعضنا على المبادره الاوروبيه جيت واي تجاه يعني الاتحاد الافريقي ودول افريقيا. ثم اليوم رغبه كون الاتحاد الاوروبي يعني يكون يقرب اكثر المحيط المباشر، خاصه شمال افريقيا. التعاون ما بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في تزويد بالغاز، ينجم غدوه يكون تزويد بطاقه يعني الهيدروجين اللي توا ماشيين فيها برشا يعني الهيدروجين، وتونس عندها امكانيات كبيره سورتو يعني مع البايب لاين موجود يعني ترانزمات. ثم اليوم امكانيه ادماج قطاع الخدمات التكنولوجيه وغيره. ولكن هذا من ناحيه ثم الاتحاد الاوروبي ثم نوع من الاستعداد، لكن لازم يقابلوا ايضا تاهيل شامل في الضاحيه يعني في الناحيه الجنوبيه نتاع الاتحاد الاوروبي. يعني عندنا نحن وعند الدول المغرب العربي لابد من التأهل. عملية التأهيل ما تكونش معقدة جدا في بلاد وضعيتها معقدة زي كما تونس اليوم، إشكالية في الديون اسيغونديتمون، إشكالية في المالية العمومية بشكل عام، وضع سياسي غير مستقر، اقتصادي اجتماعي إجمالي غير مستقر. هذا الكل زاد ما يعطلش العملية السيد صدق جبنون. انا شوف، انا لاسبي ايكونوميك ما يقلقنيش. علاش كي تقول لي انت اوكرانيا من هنا لجوان باش تأهل المؤسسات نتاعها وقوانينها باش تكون متماهية او في مستوى القوانين الاتحاد، يعني باش الاتحاد الاوروبي باش تستوعب المنظومه القانونيه للاتحاد الاوروبي، واعلنها حتى رئيس اوكرانيا زيلينسكي، قال باش يقع استيعابها الكل قبل شهر جوان، وقت اللي خذا الكستيونير من فاندر ليان، هذاك الكستيونير الاول قال باش يقع تاهيل كل المؤسسات بما فيها القوانين، المؤسسات، الدستور، كل شيء باش يقع تاهيله القوانين الاقتصاديه قبل شهر جوان، باش تكون يعني يوروب يعني كومبلاينت، يعني متماهيه مع الاتحاد الاوروبي. بقى المشكل فيه هو في العنصر السياسي. انت لما تقرا التقييم تاع موديز ديما حتى بالنسبه لنا احنا 50% اقتصادي مؤسساتي نقد كذا و50% سياسي. بالضبط. اليوم حتى المفروض فات حتى في التقييمات الاخيره نتاع فيتش وموديز وصلوا حتى ل 60% 40 60 دونك لو بروبليم هو في السياسي اكثر منه الاقتصادي. بعتالي مساله تفاوض مع الاتحاد الاوروبي، كيفاش تم التفاوض؟ نحن حصرناها المساله في الليكا ورافضين الليكا وكذا. لازم تفوت تقنع الاتحاد الاوروبي كون عندك حاجات اخرى من غير الليكا، خاصه كونه هو اليوم يعاود الانتشار على صعيد الطاقه، على صعيد الادماج التكنولوجي. وتونس مش بعيده، تونس راهي عضو في البرامج تاع الاتحاد الاوروبي كل تقريبا، يعني هوريزون البرامج بعض البرامج الفلاحيه. شنو اللي بقى كان الصناديق الهيكليه والبنك المركزي الاوروبي. اون فان كونت انت لازم تتصرف. هي ما ربحناش، هذاك الغلطه من نحن. تقول لي انت مثال هاو كمثال، في مثال اخر يعني المكسيك ولا تحت الامريكيه كي عملوا الاتفاقيه نتاع شمال امريكا، المكسيك ربحت. علاش؟ خاطر عندها اطار سياسي يسمح لها، عندها نظره استراتيجيه سمحت لها باش يكون عندها ربح. هي حتى احنا في فترات الاستقرار الكبيره نتاع ال 20 سنه اللي فاتوا ما ربحنا حتى شيء. ربحتكم خاطر احنا ما نعرفوش نخمو شنو اللي يضمن اللي المرحله هذه باش نعرف كيفاش نبرمجوا مستقبلنا مع الاتحاد الاوروبي بمعنى انه يكون مربح بالنسبه لنا. اللي هو نورمالمون تو فتره نتاع فرص. هو راهو ما هواش يعني خيار، هو راهو ضروره. على خاطر انت يعني تونس، المغرب، الجزائر لحد ما خاطر عندها الطاقه، لكن الطاقه مش تبقى ديما البترول والغاز. تبدل ديجا اليوم في كاليفورنيا بدات وصلوا نهار ونهارين يخدموا بالطاقه الطاقه البديله بنسبه 100%، بالطاقه الشمسيه والطاقه البديله بنسبه 100% جايينها. يعني لازم انت تكون عندك رؤيه استراتيجيه
وتكون عندك رغبه باش تندمج في الاطار هذا، تتصرف كأنك دوله مترشحه للاتحاد الاوروبي وان كنت ماكش مترشح. مثلا اليوم يعني المغرب الاقصى قاعد الورقه هذه يعني يلعب فيها بالكدا. خليني مساله يعني التطبيع وغيره، هذيك مساله اخرى، هذيك تجاه الولايات المتحده الامريكيه. لكن تجاه اوروبا قاعد يمشي بقوه، علاقته تحسنت برشا مثلا باسبانيا، علاقته بفرنسا، وقاعد حتى يعني في انتشار اقتصادي ودبلوماسي في شمال اوروبا وين ثم الامكانيات الماليه. هذيك هولندا، المانيا، شمال اوروبا، فنلندا، السويد، النرويج، هذوما كلهم عندهم رغبه في الاستثمار. لكن يقول لك الاطار القانوني او الاستثمار لازم يكون متماهي، ما تبقاش يعني في الهيريتاج فاونديشن ماكش دوله اقتصاديا حره، وايضا الاطار السياسي نتاعك لازم يكون متماهي مع المعايير اوروبا، اقلها يعني لزاكيد كوبنهاغ. احنا كي تجي تشوف الاعلان نتاع نيجيريا 3-4 ايام التالي في بالي، اعلنت على خط ينطلق من نيجيريا يمشي في الجزائر ويخرج من وسط المغرب. لا من وسط الجزائر. الخط اللي شفته على الموقع النيجيري انه يخرج من الجزائر، يخرج من نيجيريا يمشي من لاغوس يمشي للجزائر، وبعد يتقسم خط يكمل مع الجزائر ويدخل، وخط يدخل في تونس، نفس التمشي اللي نتاع تونس نتاع زاد نفس التمشي نتاع خط ايطاليا. لليوم ما ثم حتى حديث من الحكومه ولا من معناها ردة فعل رسميه على الموضوع، ما ثماش اليوم. دونك هذه ما فيهاش رد فعل. باش نحكيو على استثمارات، هذيك اش قلت لك يا سي عبد السلام، قلت لك انا كيما التصنيف نتاع موديز نصفه يقوم على عوامل اقتصاديه ونصفه اخرى على عوامل سياسيه. العوامل الاقتصاديه تنجم تحكم فيها. نرجع علاش ما حكيتش على الفرضيه نتاع، خاطر انت حكيت على الموندياليزاسيون الصغيره اللي تجمع بين الاتحاد الاوروبي وامريكا، علاش ما قريتش فرضيه الصين معناها؟ الصين راهي ماهيش ضدهم. اي خاطر الناس اللي ينقدوا في التمشي الاقتصادي التونسي من الستينات لليوم يقول لك احنا راهنا على ناس ما ثم حتى دولة إفريقية ربحت منهم. تو احنا كي نجو نقارنوا بين الدول اللي كانت محتلة من بريطانيا والدول اللي كانت محتلة من فرنسا، المحتلين من فرنسا وضعيتهم أفقر وأتعس. هيك جاوبت على خاطر إفريقيا الأنجلوفونية استوعبت الموروث الاقتصادي والقانوني نتاع إنجلترا، فهمني، واستوعبته بالكدا الكومون لو والمرونه في التعامل، امكانيه بعث المؤسسات، هذيك المرونه التجاريه اللي خذتها من غادي، بعدت على الفورماليزم المفرط اللي موجود في المنظومه اللاتينيه والفرنسيه، خاطر بعدت على الاقتصاد اللي تهيكلوا الدوله وتتنفسوا الدوله وتصنعوا الدوله وتفرضوا الدوله. تعرف انت عادي في الولايات المتحده الامريكيه باش مؤسسه تغير النشاط نتاعها، تخرج 20,000 من هنا تخدم عليه 50,000 من غادي. نحن كانت تعملها هذه مش كان في تونس، تعملها مثال في دولة أفريقية فرنكوفونية تو الدنيا كلها تشعل. ما ثماش آليات نتاع يعني خلق ثروة تتجاوز الأزمة الاقتصادية، سي سا لو بروبليم. معناها أنت ماكش ضد الشركات التونسية الصينية، ثم دول تو تمشي للصين عمل لي اوتوروت نكريهولك 90 سنة. رد بالك هذيك قصه اخرى. اتونسيون هذيك تعتبر فخاخ واحد. هو زاد فما حاجه صغيره، انت قبلك حكيت على وقت اللي نحكيو على لا بوتيت موندياليزاسيون العالم الصغيره، فما الجهه ولا لو بول القطب الامريكي الاوروبي، ما فما القطب الصيني زاد، لانه فما عنده شركاء وعنده التعاملات، عنده دول اللي تتعامل معها بشكل مباشر. دونك فما زوز عولمه ان صح التعبير. حد الناري معليش، خاطر انت الصين تجي تقول لك انا مانيش جايه نزاحم اوروبا، وهي مصالحها في اوروبا اكبر حتى مصالحها في افريقيا، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه التجاره، من ناحيه الشراكات. دونك في نهايه الامر كما قلت لك الصين مش جايه ضد. الصين عندها خططها الذاتيه، يعني هي تحب تفرض نفسها في المجال نتاعها، في مجال حيوي بيت على الصعيد خاصه الاقتصادي. فهمت؟ صحيح يجي بعضه المجال العسكري ومجال الانتشار، لكن في افريقيا اليوم ثم 3 مبادرات على الاقل، المبادره الصينيه طريق الحزام، المبادره الاوروبيه جيت واي، والمبادره الامريكيه بلوس تاكس. دونك عندك 3 مبادرات في نفس الوقت. الصين تقول لك نقدر نندمج مع المبادره الاوروبيه وحتى كان لازم مع المبادره الامريكيه، بالرغم تسمع ميلاتهم ساعات ينقضوا في بعضهم كذا وكذا. في نفس اليوم السفير الصيني في الولايات المتحده الامريكيه ياكد على ضروره استمرار التعاون الاقتصادي بيناتهم، كونه ما ثماش مشاكل كبيره نجموا نتفقوا من يعني بلغه اخرى. لغه السوق تختلف عن لغه يعني عن لغه الايديولوجيا، لغه مش السياسه، لغه الايديولوجيا. السياسه حاجه اخرى، السياسه كونك تستوعب المعطيات هذه، الايديولوجيا كونك تقعد في يعني في الزاويه نتاعك والناس كل مشباهه، وانا في الفكر اللي انت فيه لازم تخرج منه شويه لمصلحتك في نهايه المطاف. شكرا لك الاستشاري في الاستثمار صادق جبنون على الحضور وكل التفاصيل اللي قدمتها. اقعدوا معنا راجعين بعد شويه باش نواصلوا نحكيو على العالم معك عبد السلام بعد لحظات.